مبروك البيبي، ربنا يسعدك بيه. تعالي أقولك كام حاجة مهمة جدا في الفترة دي. مهم أوي تشربي سوائل كتير على مدار اليوم، يعني من 6 ل10 كوبايات، ودي تكون مية وعصير وحلبة لأنها بتساعد على إفراز اللبن. وطبعا مهم جدا تشربي لبن وتاكلي زبادي وجبنة، لأنك محتاجة في اليوم 1300 ملي جرام كالسيوم. وما تنسيش الفاكهة والخضار برضو، مهمين جدا عشان الفيتامينات والمعادن اللي فيهم، وكمان الألياف اللي فيهم بتساعد في مشكلة الإمساك. لو حابة تخسي في الفترة دي مهم تمشي على نظام غذائي عشان وزنك يقل بالتدريج، لأن لو وزنك قل بسرعة ده بيضر الرضاعة. وبلاش تستخدمي حبوب الرجيم لأنها بتوصل للطفل أثناء الرضاعة. صحيح، بلاش كافيين زي الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وكمان بلاش شوكولاتة برضو، لأن كده الكافيين هيوصل للبيبي برضو أثناء الرضاعة وهيفضل صاحي طول الليل. مهم تبدأي تلعبي رياضة، لأنها هتساعد إن وزنك يقل وهتقلل الإمساك ووجع الظهر، وكمان بتقلل الضغط النفسي والشعور بالاكتئاب. يعني لو 30 دقيقة مشي في اليوم حل كويس، والأحسن منه تروحي الجيم تحضري تمارين ما بعد الولادة. والأهم من ده كله، ما تنسيش تستمتعي بالفترة دي من حياتك مع البيبي بتاعك وعيلتك كمان. ما تنسوش تتابعونا في الرسائل الجاية من حملة أكلك حملك، ناكل صح لحمل صح.